طيب لو أول دقيقة في يومك خطيرة للدرجة دي، هل ربنا سابها من غير توجيه؟ الحقيقة إنه لأ. من أكتر من 1400 سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجهنا نعمل إيه في أول لحظات بعد ما نصحى، وقال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولاحظ إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكش إن ظروف يومك هتتغير، لكنه قال فأصبح نشيطا طيب النفس، يعني أول تغيير بيبدأ جواك. ويمكن لو أول مرة تقرأ الحديث ده تفتكر إنه بيتكلم عن فضل الذكر والصلاة، وده صحيح، لكن كمان في معنى جميل جدا: إنك قبل ما تتحرك وجه قلبك، قبل ما تواجه الناس واجه نفسك، وقبل ما تسمع صوت الدنيا اسمع كلام ربنا. لأنك في أول دقيقة مش بتختار أول عمل تعمله، أنت بتختار مين هيقود عقلك وقلبك لباقي اليوم. ويمكن علشان كده الذكر جه قبل الوضوء، والوضوء جه قبل الصلاة، كأن الإسلام بيرتب لك بداية اليوم قبل ما الدنيا ترتبها لك.